بسم الله الرحمن الرحيم. هايا باب بيان ما يجوز من الكذب. خجب الراوان بقوا بيان سونا ببابا اعلم درو قرانين سيامي ايه قران هاي ومثل التاسا انكرام نسيت دابت ما اتخ قران جو هوت جت كم بخا هو جنا سانكا ايه انكرانه أسرع دار انكرام اتقرانه كم جت ايه مين مجد رحمتني يوسف إنجيل ايه إمالتو كتير كراي نانجي ايه خدوبه سرا قره سينجي خلهم كدراني تين كنا أول فكادا ايه ايه خلهم مرة دابت نابخا ومن سمالين بيخو lagi yakinan kau إني سمالين أمني يقينا كمو خدر بكنا أول فكاد ها خدر بأول آتمي كمي قرانيت ها ها خجيب دقات ها إيه خاري خا سدرا والفكاتي ميري ها إيه سدرا والفكاتي مي إيه قادو بسري ميخا أبو سنورا آية اعلم بخيان موابيه أن الكذب أن الكذب كجبون وإن كان أصله محرما هندين كجبا خجبنها حرام الليتو فيجوز في بعض الأحوال قريئا والا خيثتني بقى في 6 أسباب سببا جها في بقى بشروط إيه بشروطني إيه. ولا قوانيني بقى دبنا لقيس قد أوضحتها في كتاب الأذكار قد غوضاتها ولا قاسا كنين أديس كتابك هي كتاب الأذكار كيست حلل الإيمان كجانين جج ومقتصر ذلك جواب سمان كنا أن الكلام دبين وسيلة إلى المقاصد حمل إدات سن مقيسالة إن للوسائل حكم المقاصد فكل مقصود دبين تني وانا تحملت دب ما فاني ديرت سيجيسا فكل مقصود محمود كل قامو حمله بربادم توتو يمكن تحصيله أرقم سيزون سيناهي بغير يندبو يمكن تحصيله إيه دبيهم اللي بتمالي يمكن تحصيله أرقم سيزون ساخملو بغير الكذب خجب عملت يحرم الكذب فيه إساجت خجبون حرام وإن لم يمكن تحصيله أركم سيسو يمالين إلا بالكذب خجب عمله زاد الكذب خجبون بقه ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود حمله سن أركم سيسو يوته مباحا حالا يوته كان الكذب مباحا خجبنني حالالي وإن كان واجبا أما أركم سيسو سيو درقامته كان الكذب واجبا خجبنني درقامهوتا فإذا اختفى مسلم سنسيه مودي مما وإذا اختفى وقلقت نمني إسلاما توقع من ظالم ظالم عجيس وديم الرقلقت أو أخذ ماله تقاو ظالما خريسا فودو ديم الرق سبرت وقلقت وأخفى ماله خريسا دويس وسئل إنسان عنه علمنا ما تقر راقافة من موعسا قبل وقرتني خريسا هو قرتني جئر راقافة وجب الكذب بإخفائه قيسوسا خجبون دركما والله ناقر نبي راورين كين يجي وكذا لو كان عنده وديعة أكسما خجبون دركما إدو سبيرت أمانان جراتهيس وأراد ظالم نتوقف فرأيشو فده وجب الكذب بإخفائها وديع أمانا سنريسو راجت خجبون دركما جا والأحوط في هذا كله أمه خجبون بقعوا في حلالته خنخيستك أروممان أن يواريا توريا قدودا جتون إشارة قدودا توريا قدودا توريا جتون إيراد لفظ له معنيان قريب وبعيد فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد جميل
ومعنى التورية ومعنى التورية جيبو في ظاهر اللفظ وإن اللفظ يقول عالم وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب قروان نمجت دبة كن فهم لالون اللي خجباته إن خجبامتي ولو ترك التورية ادمه إشارة خجبني بقورا في هذا الحال وقلنا ما رئيسان تقاو هوري رئيسان بحديث أم كلثوم رضي الله عنها حديث كلثوم تقرأ قرأة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم رسول لقيس رسول جو ليس الكذاب خجبان تاني الذي يصلح بين الناس إني دون ما دديس خجبان تاني فينمي خيرا تلتو خقاب أو يقول خيرا تلتو خجو متفق عليه نما دديس زاد مسلم نما دديس في تلتو قابة تلتو جئ خجب جئ ولي عرب صلاة زاد مسلم في رواية مسلم أمو رواية نيدة قالت أم كلثوم نجت ولم أسمعه يرخص في شيء ولم أسمعه نبي لقين يرخص خروصا قدو في شيء واتك خيسا مما يقوله الناس إنه كذب مما يقوله الناس إنه كذب وان أمني كجب جو خيستي رسولا هيا مغدنقر إلا في ثلاث وصدي ملي تعني الحرب للت فاتي للا خيسن خجبا والإصلاح بين الناس الدون ما تديسو خيسك كجبون مانقب وحديث الرجل امرأته حاسا وقربان جارتي تاساو حاسا وجارتين قربت تاسو يتو خيسك كجبنو مانقب باب الحس باب الحث خاصو في باب على التثبت جرجر ودبور رت خاصو فيما يقوله وانجو في واندلقو خيست جرجر ودبور ركاسو في باب ويحكيه وانو ديسو خيستيس جرجر ودبور ركاسو في باب قال الله تعالى قلتهم مالجا ولا تقف ما ليس لك به علم وان بكم سنقم نجلن دي من ججلا وان بكم سنقم نجل ديمتين بخنجين نين دقنجين نين أركنجين وقال تعالى أما سنجا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ ضبته من قول يترتب عليه عقاب أو ثواب جت ثواب قطعت قبن ضبته إلا لديه رقيب عتيد إلا لديه نيلة القول أو لدى العهدي بلته ملي تيسان رفاته جتشلا جتش ثوابا قطعت بانو قبو من حدث عني بحديث نمن الرعود سعودوتك يرى أنه كذب خجبا خيادو فهو أحد الكاذبين تقو جرى لمن كجب الجامع رواه مسلم وأن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت انت انقبا فهل علي جناح دلن الرجرة إن تشبعت من زوجي جارس غيرا قوفان قمن يوم ملس غير الذي يعطيني وان نين كنن نين قبايون تملس دلي نين قبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا كنجي المتشبع بما لم يعطى وان قمن نين قبا خملس وان قوفان قمن نين قبا خملس ألا بثي ثوبي زور أكنا ما أفتاته توجو صاحب خجبا جتو وجو صاحب خجبا متفق عليه عاريا بافرته أفتا المتشبع متشبعين هو الذي يزهر الشبع قوفا ملس وليس بشبعان قوفا انتهن ومعناه هنا معنى سمو حديث خنت أنه يزهر نمل سابر أنه حصل له فضيلة درجان قبان مل سابر وليست حاصلة خن درجا سنين قمن لا جارسي ويوانا كنان ناقودا فوتانا مرة فوتي فاوفت وچونا مرة فوتي فاوفت
نانقب نانقب فاجت ولابس ثوبي زور ولا بوجو أبا خجبا خجيسون أي ذي زور صاحب خجبا جتشو وهو الذي يزور على الناس خن مرة فكي سوبر بأن يتزيان وصف ميبر بزي أهل الزهد أما اللي قا بفورد تنقم نيت نساء مسكينة أو العلم أما اللي بفور علمي قبوت نساء جاهلة أو الثروة أما اللي بفور تجارات نساء مسكينة يغتر به الناس أكنا من إسان دقمو جتجا وليس هو بتلك الصفة حالا مو إني ملتو سدين سنين قمنين عالم من قبو زاهد من قبو تجار من قبو وقيل غير ذلك وخانا انتهيني جا والله أعلم أن بيخو رب ما بيخ جا سبحان الله أكسونه